الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، حياكم الله يا معاشر الأخوة والأخوات. نجتمع بكم في هذا اللقاء لنتذاكر ونتواصى بوصايا مهمة تجب على كل مواطن سوري. وقبل هذه الوصية أحمد الله عز وجل وأشكره الذي من علينا بتخليصنا من طاغوت الشام النصيري، فلما ربنا عز وجل شملنا بعد هذه الفرقة الطويلة، وأعاد ربنا عز وجل بفضله الناس إلى بيوتهم وإلى أراضيهم بعدما أنهكتنا الحروب جميعا. هذه الحروب الطويلة بعدها أنعم الله عز وجل علينا بنعمة عظيمة، وهي نعمة الاجتماع على هذا الحاكم المسلم. فنعم ربنا عز وجل علينا كثيرة وكثيرة جدا، ومن أهمها أن أهل الحل والعقد بايعوا هذا الحاكم المسلم ورضوا به إماما وحاكما لنا. واجتماعنا عليه بارك الله فيكم نعمة عظيمة، بل هي من أهم ومن أعظم ما يجب أن نحافظ عليه حتى نسعد، وحتى نسلم بلادنا من التقسيم ومن الفرقة ومن المر الذي ذقناه طيلة سنوات طوال لا تخفى عليكم. هذه النعمة لعظم شأنها وشرفها وعظم أمرها ذكرها الله عز وجل في كتابه عدة مرات، وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أيضا، ورضيها لنا وحثنا على التمسك بها وعدم التفريط بها، بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وبقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله رضي لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحذرنا ربنا جل جلاله من التفريط فيها بوعيد شديد، فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فما أحوج السوريين بارك الله فيكم لمعرفة قدر هذه النعمة ولمعرفة عظم هذه النعمة. واعلموا يقينا أيها العقلاء أن من أهمل هذه النعمة وخالف ما أمر الله عز وجل به في كتابه الكريم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم سيكون عاقبة أمره وخيمة. سيتسلط علينا الأعداء وسيسعون سعيا حثيثا لاحتلال هذا البلد الطيب ولنهب خيراته ولسلب ثرواته الكثيرة، وسيطاوعهم بعض ضعفاء النفوس من أبناء جلدتنا. ما الدليل على ذلك؟ انظروا منذ أن فتح الله عز وجل علينا بهذا النصر كيف انهمرت كمية هائلة من دعاة السوء والضلال والدجاجلة الذين تهافتوا على هذه البلاد الطيبة بعدما كانوا قبل عدة أشهر يظهرون الولاء للروافض، ويظهرون الولاء لأعداء السنة، يظهرون الولاء لأذرع إيران في المنطقة، حزب اللات ومن لف له. فلما رأيت الأمر كذلك كان واجب علي أن أذكر وأنصح لكم، وهذا ليس علي فقط بل واجب على كل طالب علم منكم أن يحذر أبناء بلده من شر هؤلاء الدجاجلة، وأن يذكر أبناء بلده بما يجب عليهم تجاه هذا البلد المسلم الطيب المبارك الذي ذكرت فضائله بالكتاب والسنة مرات ومرات. ينبغي علينا بارك الله فيكم جميعا أن ننهض ببناء هذا البلد بالعلم وبنشر الوعي وبنشر الوسطية وبنشر الحنيفية وبنشر أصول أهل السنة والجماعة، وبهذا نفشل مخططات الأعداء ونعمر البلاد ونعيش فيها سعداء. وبفقدان هذه القواعد العظيمة والواجبات المؤكدة ستخرب البلاد ويعيث فيها الفساد ويشقى فيها العباد.
بعد هذه المقدمة أبدأ على بركة الله بذكر هذه الواجبات التي تجب علينا نحن معشر السوريين تجاه ولي أمرنا أحمد الشرع وفقه الله وسدده. إن أول ما يجب علينا يا معشر الأحبة تجاه ولي أمرنا البيعة. ينبغي علينا وعلى الجميع، على جميع السوريين، أن يعلموا أنه أصبح في أعناقهم بيعة لهذا الرئيس أو لهذا الحاكم سمو الشيخ أحمد الشرع حفظه الله. بعض الناس يظن أن البيعة لا تتم ولا تكون في عنقه حتى يذهب إلى الحاكم ويصافحه بيده ويبايعه بلسانه. لا يا أخواننا، لا يلزم ذلك، بل هذا لم يحصل لكبار الخلفاء الراشدين. ما حصل للصديق أبو بكر، ما حصل لعمر، ما حصل لعثمان، ولا لعلي، ولا لمن كان مثلهم. لم يأتي جميع المسلمين من كل بلاد العالم والقرى والنواحي والبلدات فردا فردا لمبايعة الخليفة. هذا ما حصل لهم رضي الله عنهم أجمعين، فكيف يحصل لمن جاء بعدهم بعدما تفرق الناس وأصبح لكل قطر ولكل بلد حاكم وأمير يحكمه؟ هذا لا يمكن أن يحصل يا إخواننا. ولو كان حصل لكان حصل لصفوة خلق الله الصحابة رضوان الله عليهم. إذا طالما بايع أهل الحل والعقد قادة الجيوش والوزراء والعلماء ورؤساء القبائل، فجميع السوريين يكونون تبعا لهم في هذه البيعة الشرعية الصحيحة. المحافظ أو الوالي أو الحاكم في بلدك الذي يحكم منطقتك يعني هو الذي بايع بالنيابة عنك لهذا الحاكم. إذا أصبح في أعناقنا جميعا بيعة لهذا الحاكم المسلم. هذا الأمر فهموه جيدا واحفظوه، وهو مجمع عليه عند العلماء، وأريد منكم أن تحفظوه، لأن أعداء السنة من الخوارج ومن السرورية ومن أعداء هذا البلد سيأتون إليكم في يوم من الأيام محرضين لكم لتقوموا على هذا الحاكم أو على غيره ممن يأتي بعده إن شاء الله يكون فيه الخير والصلاح لهذا البلد. في هذه المسألة سيدندنون حولها، يقول لكم أنتم ليس في أعناقكم بيعة لحاكم فاسق أو فاجر أو ظالم، فلا بد أن ننصب خليفة أو حاكم لتكون لكم بيعة. وقد يستدلون لكم بأحاديث صحيحة في الكتاب والسنة، لكن مدلولها ومفهومها ليس كما فهمها الصحابة وليس كما أراد الله والرسول صلى الله عليه وسلم. والناس المساكين الجهال سيصدقون كلامهم المعسول الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: يقولون من خير قول البرية. إذا الخوارج سيأتون إليكم في يوم من الأيام، إذا أتوا إليكم في يوم من الأيام، نسأل الله أن لا يأتي بهم، لكن إذا أتوا إليكم وقالوا لكم ليس لكم بيعة فاحذروا من هذا الكلام الخبيث الباطل، لأنهم هم وبقية الأعداء ما يريدون إلا الشر لبلادنا، ما يريدون إلا أن نطاوعهم على إفساد هذا البلد وعلى الشر والفساد لهذا البلد. إذا بارك الله فيكم، البيعة واجبة في أعناقكم، وقد تمت بمبايعة أهل الحل والعقد لحاكمنا المسلم وفقه الله وسدده. من ينكث هذه البيعة ومن لا يرى هذا الحاكم إماما عليه وولي أمره، فسأسمعكم بعض ما جاء في السنة من الوعيد الشديد تجاه من ينكث بهذه البيعة ولا يقبل به حاكم. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يعني إذا قلت كما يقول كثير من السرورية والخوارج نحن ليس في أعناقنا بيعة لحكام هذا الزمان، فأعلم أنك إذا مت على هذا الاعتقاد وعلى هذا القول الباطل فأنت تموت كما مات أهل الجاهلية، على الشر وعلى الفساد. قال أيضا صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حج له. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه. وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه حادي الأرواح: الانقياد لمن ولاه الله أمركم، ولا تنزعوا يدا من طاعة، ولا تخرجوا عليه بالسيف، ولا تنكثوا البيعة، فمن فعل ذلك فهو مبتدع. انتهى كلامه. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم إمام الحديث قال: سألت أبي وسألت أبو زرع الرازي عن مذهب أهل السنة والجماعة في أصول الدين، فقالا: لقد أدركنا العلماء حجازا وعراقا ويمنا وشاما، فكان مذهبهم: نقيم الحج والجهاد مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج عليهم ولا قتالهم، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونجتنب الشذوذ والفرقة والخلاف.
وقال علي بن المديني شيخ الإمام البخاري رحمهم الله: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إماما برا كان أو فاجرا. هذه أقوال سلفنا الصالح وأقوال نبينا صلى الله عليه وسلم في التحذير من النكث بالبيعة. الواجب الثاني بارك الله فيكم الذي يجب علينا نحن معشر السوريين تجاه ولي أمرنا السمع والطاعة له في غير معصية الله. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي وسيكون فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: بماذا تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وفي حديث العرباض بن سارية: ووصية النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة في يوم الحج الأعظم للأمة جميعا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ولما جاء عدي بن حاتم رضي الله عنه وسأله عن طاعة الحكام فقال: يا علي اسمع وأطع. فقال علي رضي الله عنه: لا نسألك عن طاعة من اتقى لكن من فعل وفعل وذكر شرا. فقال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يشرك بالله وأقام الصلوات المكتوبة وأدى الزكاة المفروضة وصام رمضان وسمع وأطاع فمات على ذلك وجبت له الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: آمركم بالسمع والطاعة. وقال عمر رضي الله عنه لسويد بن غفلة: أطع الإمام وإن تولى عليك عبد حبشي مجدع الأطراف وإن ظلمك فاصبر وإن ضربك فاصبر. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته الطحاوية: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا إن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة. انتهى كلامه. وقال البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم من الحجاز والكوفة والبصرة وبغداد والشام ومصر كلهم يقولون أن لا ننازع الأمر أهله ونسمع ونطيع، لقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: أجمع الفقهاء على وجوب طاعة ولاة الأمر وأن طاعتهم خير من الخروج عليهم لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وقال ابن أبي زمنين: السمع والطاعة لولاة الأمر واجب ولو قصروا في ذاتهم وعلى رعاياهم. انتهى كلامه. وأما الواجب الثالث بارك الله فيكم، أو قبل الواجب الثالث أود أن أذكر بقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وفي قوله فائدة عظيمة وقول ينبغي أن يسطر بماء الذهب. يقول رحمه الله: ومن كيد الشيطان إساءة الظن بولي الأمر وعدم الطاعة له وهو دين الجاهلية، وإنه لا دين بلا جماعة ولا جماعة بلا ولي، والخروج عليه من أعظم أسباب الفساد. وصدق رحمه الله، صدق بهذا القول العظيم، أعيده عليكم حتى تتدبروا وتستشعروا عظم هذا الكلام. يقول: من كيد الشيطان إساءة الظن بولي الأمر وعدم الطاعة له وهو دين الجاهلية، وإنه لا دين بلا جماعة ولا جماعة بلا ولي، والخروج عليه من أعظم أسباب الفساد في البلاد. انتهى كلامه. كلامه حق وصدق رحمه الله، لأن ولي الأمر يا أخوة ينظم معايش الناس، يحفظ الحقوق لأصحابها، يحصل الحقوق من الأقوياء للضعفاء، يحمي البلاد من الأعداء، يجعل لنا هيبة بين الأمم، يردع الظالم، يقيم الحدود، يقيم الصلوات، يقيم العبادات، يؤمن الطرقات. وإذا ذهب هذا الحاكم لعل بعضكم بل كثير منكم رأى وشعر وذاق مر فساد البلاد وذهاب الأمن والأمان منها. فأسأل الله أن يحفظ هذه البلاد الطيبة المباركة وسائر بلاد المسلمين. وأما الواجب الثالث علينا بارك الله فيكم تجاه ولي أمرنا يا معشر الأحبة، فولي أمرنا بشر يصيب ويخطئ، يطيع الله عز وجل ويعصي، ولو أنه لا يعصي الله عز وجل لكان ملكا من الملائكة لم يكن بشرا. نحن معشر بني آدم كلنا خطاؤون كما قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وكلنا معرضون لمعصية الله عز وجل، فهي بالنسبة لنا شيء حتمي لا مفر منه، لكن من المستكثر ومن المستقل. وخوارج عصرنا سيضخمون لكم معاصي ولي أمرنا ولو كانت بحجم حبة الخردل.
طالما أنها خرجت من الحكام انتهى عندهم الكلام، بدأ فعلهم بتحريض الناس على الشر وعلى الفساد وعلى الإفساد بالأرض، يؤججون الفتن ويضربون بهذه النصائح وهذه الواجبات عرض الحائط. إذا معصية ولي أمرنا لابد، معصية ولي أمرنا على نفسه تجاه ربه، في نفسه يعني تجاه ربه لابد منها، هو بشر والبشر يعصي الله عز وجل، والواجب علينا في هذا الحال أن ننصح ولي الأمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين، وهذا الشاهد، وعامتهم. إذن النصيحة لأئمة المسلمين من ديننا، ولكن هذه النصيحة لها طريقة شرعية يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، ورضيها الله ورضيها رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديها علانية وليأخذ بيده وليسارره، فإن قبل فذاك، وإن لم يقبل فقد أدى الذي عليه. رواه ابن أبي عاصم في كتابه السنة. هكذا تكون النصيحة الشرعية يا أخوة، ما تكون على المنابر، ولا تكون على المنابر بخطب الجمعة بتهييج العوام عليه، ولا تكون عبر وسائل التواصل نملأ قلوب الناس غلا على ولي أمرنا، ولا تكون في المجالس والاجتماعات، لا تكون إلا عبر الطريقة المحمدية التي ذكرتها لكم آنفا. من خالفها فقد ألحق بركب الخوارج وهو مبتدع شام أبه، وهذا فيه صفة من صفات المنافقين. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: أول نفاق المرء طعنه في إمامه. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وذكر منها النصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رضي لكم أن تنصحوا لمن ولاه الله أمركم. وقال ابن القيم رحمه الله: الإنكار العلني والإنكار على الملوك أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. هذه أقوال نبينا صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح في من ينكر علانية على ولي الأمر ويخالف هذه السنة، وأنه يلحق بأهل البدع والأهواء، وأن طريقته ليست كطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هديه كهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الهدي وأحسنه. طيب، إذا نصحناه سرا وبالطريقة الشرعية التي ذكرناها لكم آنفا ولم يعمل بها الإمام، ماذا علينا أيها الأحبة؟ علينا الواجب الرابع: الصبر. علينا أن نصبر عليه وعلى جوره وعلى ظلمه وعلى فساده إذا ظهر منه ذلك، وهو بعيد عن كل ذلك بعون الله عز وجل، وهو قريب من كل خير بإذن الله عز وجل. لكن قد يأتي من يؤزه على شيء من مخالفة الكتاب والسنة وننصح له ولا يقبل هذه النصيحة، ماذا علينا؟ علينا أن نصبر. قد يستأثر بالوظائف مثلا، بالأموال، بالثروات، ماذا علينا؟ علينا الصبر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في سلمة بن يزيد لما سأله وقال له: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فماذا تأمرنا؟ قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني استئثار بالأموال، بالحكم، بالوظائف. إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال عمر لسويد بن غفلة: إذا ضربك فاصبر، وإذا ظلمك فاصبر. فأقوال سلفنا الصالح كثيرة في الصبر على ولاة الأمر يا أخوة. يقول أنس: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا تسبوا الحاكم، لا تسبوا أمراءكم، لا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. كان الناس يأتون لابن عباس ولأنس رضي الله عنه ويقولون له: نشكو إليك ظلم الحجاج، فيقول لهم أنس رضي الله عنه: اصبروا فإني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال صلى الله عليه وسلم الحديث: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وكانوا يأتون إلى ابن عباس وأيضا يشكون له ظلم الحجاج، فيقول: لا تكونوا عونا للشيطان عليه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا كان الإمام عادلا فله الأجر وعليكم الشكر، وإذا كان جائرا ظالما يعني فعليكم الصبر
وعليه الوزر. ولما اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق لخلعه ذهبوا يستشيرون الإمام أحمد رحمه الله، فقالوا له: إن لا نرضى بولاية هذا الحاكم الذي أظهر فتنة خلق القرآن، هذه المقولة الفاجرة الفاسدة. فقالوا له: نريد أن نستشيرك بخلعه. فقال: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، لا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين، وانظروا في عقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وقال الحسن البصري في هذا الباب أيضا، قال الحسن البصري: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل عنهم ذلك. ثم تلا قوله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. إذا الصبر بارك الله فيكم هو منهج السلف الصالح، وهذه الأدلة التي سقناها ومثلها كثير وكثير جدا، وأذكر ببعضها أيضا. قال القرطبي: والذي عليه العلماء الصبر على طاعة الحاكم الجائر، لأن في الخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء والفساد بالأرض. وقال ابن تيمية رحمه الله: مذهب أهل السنة وأهل الحديث ترك الخروج على الحكام بالقتال والصبر على ظلمهم. وقال أيضا رحمه الله: الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج، ولم يأمر بقتال الأئمة الظالمين أي الحكام الظالمين. وقال الآجري أيضا في كتابه الشريعة: وقد ذكرت في التحذير من مذهب الخوارج ما فيه بإذن الله بلاغ لمن عصمه الله عن مذهبهم ولم يرى رأيهم، وصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء، ولم يخرج عليهم بالسيف، وصلى خلفهم الجمعة والعيدين. الشاهد من هذه الأقوال كلها بارك الله فيكم كما سمعتم نصح الأئمة هؤلاء ونصح النبي صلى الله عليه وسلم ونصح الصحابة بالصبر على ظلم الأئمة والحكام إذا صدر منهم ذلك. الواجب الخامس بارك الله فيكم تجاه ولي أمرنا سمو الشيخ أحمد الشرع وفقه الله الدعاء له. يقول الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قال الإمام البربهاري أيضا في شرح السنة: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. وقال الطحاوي أيضا في عقيدته الطحاوية: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقال الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث: قال: يرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام بر كان أو فاجر، ويرون جهاد الكفر معه وإن كانوا جورا وفجرا، ويرون الدعاء له بالتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية. هذا ما تواتر عن سلفنا الصالح بارك الله فيكم، ومثله كثير. إذا أردتم أن تراجعوا مصنفات أهل السنة والجماعة فاقرأوا السنة لابن أبي زمنين، واقرأوا الشريعة للآجري، واقرأوا شرح أصول الاعتقاد للالكائي، وغيرها كثير. الواجب السادس وبه أختم حتى لا أطيل عليكم من واجباتنا تجاه ولي أمرنا الجهاد معه وقتال البغاة والخوارج مع ولي الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يفرق هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. إذا قامت طائفة من الخوارج من البغاة وحرضوا على ولي الأمر وقاموا عليه الناس، فينبغي علينا أن نتكاتف ونتعاون ونلتف حول ولي أمرنا ونقاتل هؤلاء البغاة، وبإذن الله سيذلهم الله عز وجل ويخزيهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من مشى إلى سلطان الله ليذله أذله الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من مشى ليهين السلطان أهانه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل خرج ليفرق أمتي فاضربوا عنقه. وقال صلى الله عليه وسلم: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فإذا جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. قال الإمام أحمد: لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع. وقال سفيان الثوري لتلميذه شعيب: يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت عني حتى ترى الصلاة خلف كل إمام برا كان أو فاجر، والجهاد ماض معه إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل.
وقال الصابوني في شرح قال الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ويرى أهل الحديث قتال الفئة الباغية حتى ترجع لطاعة الإمام. ولعل فيما ذكرت لكم كفاية، بارك الله فيكم، وفيه من أسباب السعادة لكم في الدنيا والآخرة. والله أعلم. صلى الله على نبينا وسلم. وفقكم الله وسددكم، وفق الله ولاة أمرنا. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا البلد سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وأسأل الله أن يوفق ولي أمرنا ويحفظه من كل شر، وأن ينصره على أعدائه، وأن ينصر أهل السنة والجماعة، ويمكن لهم في بلاد الشام وفي سائر بلاد المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.